ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الكنافه الجميله. واول خطوه عملناها هي الشربات. شربات الكنافه هنا بيبقى عباره عن شربات تقيل مش خفيف، وبنعمله لازم يكون بارد. عملنا الشربات وجهزناه، وهسيب لك لينك حلقه الشربات على قناتي، شربات للحلويات الشرقيه، في التعليقات. تمام. معانا بقى نص كيلو من الكنافه متفرز وضرباه في الكبه كده. تمام. معايا كمان معلقتين من السكر، ومعايا سمن بلدي متسيح. تمام. هناخد بقى الكنافه زي ما انتم شايفينها كده، انا مفرزاها ولازم تكون متفرزه، وهننزل معلقتين كبار من سكر البودر، وهنبدا نقلب الكنافه مع السكر البودر. طبعا انتي لو عندك كبه بتضربي الكنافه وهي متفرزه في منتهى السهوله، وبرده تقدري ان انتي تفرفتيها كده بايديكي وهي متفرزه، وتسيبيها بقى تاخد درجه حراره المطبخ، وبعد كده تشتغلي فيها. قلبت السكر في الكنافه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهاخد بقى معايا السمنه البلدي بتاعتي، وهبدأ انزل واديها بقى كمية السمنة بتاعتها الحلوة كده. هحط شوية، ولو احتاجت تاني هبدأ انزل تاني، وهقلب كويس بقى كده لحد ما كل الكنافة تتغلف بالسمنة. خلاص كده تمام، اتغلفت كده تمام جدا. هجيب بقى الصينية بتاعتي، وهبدأ ادهن القعر بتاعها سمنة، او هحط فيها كده شوية من السمنة. وفي الوقت دوت انا كمان مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 او 200 على حسب درجه حراره كل فرن. تمام. هبدا انزل بيها كده بالراحه بالشكل ده، وهبدا افردها بقى كويس في الصينيه بتاعتي، وهبدا ادي ضغطه خفيفه كده بايدي علشان اسوي سطح الكنافه بتاعي. تمام بالشكل ده كده. هدخلها على الفرن بقى لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل، ونشوف شكلها بعد ما تستوي هتبقى عامله ازاي. والكنافه بتاعتي بعد ما استوت وخدت اللون الذهبي الحلو، هنزل عليها بالشربات التقيل زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وهبدأ اسقيها واديها الشربات بتاعها المظبوط. خلاص انا كده بقى سقيت الكنافه بتاعتي بالشكل ده كده، خدت معايا كميه شربات حلوه. شايفين الشربات كمان تقيل وحلو ازاي. تمام جدا. هسيب الكنافه بتاعتي تشرب الشربات بتاعها وتبرد، وبعد كده هنقدمها مع بعض. هنسيبها بقى ونقلبها مع بعض، وده شكلها النهائي. بجد ريحتها تحفه جدا وطعمها خطير جدا. ما تنسوش تعملوا بقى اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.